سندويش بطاطا بس على الطريقة التركية، وحيطلع معكم غرقان بالجبنة والصوصات والدلال يا عيني. بنسمي بالله وبنستمتع. بسم الله. يا الله قديش رهيبة، قد ما فيها صوصات ومدللة لهيك. بدها لقمة ثانية مدللة اكسترا صوص. بسم الله. بتجنن. أول شيء بنجهز طنجرتنا على النار. بسم الله. وبنضيف عليها شوية زيت نبات. بسم الله. وبدنا 4 معالق كبار من دبس البندورة. ومنبلش فورا من بهرهم. بدنا معلقة صغيرة من بابريكا، توم بودر، فلفل أبيض أو أسود. بسم الله. نص معلقة صغيرة من كزبرة يابسة، أورجانو، وآخر شيء بنختم برشة ملح. وتحميصة كثير مرتبة. وهيك بكون صلوات نضيف عليهم تقريبا نص لتر بالمي. بسم الله. بنهدي النار وبنخلي الصوص شوية 10 دقائق لحتى يتسبك كثير. وهذا هو قوام على الضبط اللي عم ندور عليه. الله. وبس خلصنا الصوص بيجي وقت نقلي البطاطا. انا البطاطا هون مقطعه ومفرزها لمده نص ساعه لحتى تعطينا قرشه كثير طيبه. بنسمي بالله وبنبلش بنقليهم. بسم الله. ومن بعد ما صارت البطاطا والصوص عندنا جاهزين، هلا صوات ركزوا لي على التكتيك اللي حنشتغل فيه. جاي من الصوص وبنضيفها بالمقلايه. بسم الله. وفورا بننزل خبز التورتيلا فوق الصوص، وعلى الطرف الثاني كمان بنغرقها بالصوص. الله شو حيطلع معنا سندويش بطاطا اليوم، ولا اطيب دقيقه بس على الطرف الاول وبنقلبها على الطرف الثاني. بسم الله. وهون بهي المرحله اذا بتحبوا تحطوا شويه موتزاريلا بما انه الخبز سخن ما في اي مانع. وهيك رغيفنا صار جاهز، وصار فيني اقول لكم انه جينا على احلى مرحله. سلام. وشويه خس، شويه كاتشب، والكثير من المايونيز. واذا بتحبوا تدللوهم باكسترا صوص ما في اي مانع. ايه وهيك سندويشنا المدلل صار عنا جاهز. بسم الله.